أخبار كرة القدم. نبتدي بأخبار منتخب مصر. إصابة أسامة فيصل بكدمة في القدم في التدريبات، وفي برنامج تأهيلي تجهيز مباراة بنين، بس أعتقد إن أسامة فيصل مش هيجهز لمباراة بنين، وكده كده أصلا ما بيلعبش. فهنشوف أصلا مين اللي هيلعب، بس أعتقد هتبقى برضه نفس التشكيلة: صلاح وتريزيجيه ومرموش في المهاجمين، ومصطفى محمد ممكن ينزل بديل. كمان عندنا خبر في الأهلي بدأ يلجأ لفسخ عقد الثنائي جراديشار وأشرف داري بالتراضي، من أجل أزمة الأجانب اللي في القائمة، عشان عاوز يجيب لعيبة أجانب تانية. فهنشوف هما هيحصل ايه معاهم، هيوافقوا ولا لا. اعتقد الاقرب ان هم يوافقوا او ممكن يروحوا اعاره. هنشوف الايام الجايه ايه اللي هيحصل. كمان الاهلي بيفاوض مع اللاعب البرتغالي كوماش اسمه كده، لاعب مهاجم فريق نرويجي كده، بمقابل 1,600,000,000 دولار. مهاجم بصراحة شفت له فيديوهات كده، فيديوهاته حلوة، وإن شاء الله لو جه الأهلي يبقى كويس. بس معرفش بقى مين اللي هيجي الأهلي، هو ولا أيوب الجعبي ولا إيه النيلة اللي كل شوية نقول هنجيب لعيب وفي الآخر ما بيجيش. فربنا يستر إن إحنا عاوزين لعيبة كتيرة أصلا. كمان رسميا الأهلي بطل الدوري المرتبط لكرة الطائرة السيدات بفوزه على الزمالك. وكمان عندنا خبر ان القادسية الكويتي بيوافق على انهاء عقد كهربا، وكده كهربا هيبقى فري في يناير، وهنشوف هيروح فين. اعتقد انه ممكن يروح حد فريق في الدوري المصري. كمان سبب الأزمة المالية بتاعة الزمالك، اللي هو عضية دباغ اللاعب الفلسطيني بيبحث عن عروض من أجل الرحيل من الزمالك، المهاجم من فريق الزمالك. كمان إقالة سامي طرابلسي وجهازه الفني بالكامل لمنتخب تونس، طبعا بعد الفضيحة اللي حصلت امبارح. كمان وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب بيقول أناحي تعرض للتمزق في العضلة الساق، وهيغيب لمدة من 5 ل6 أسابيع، وكده خلاص مش هيكمل البطولة مع المغرب. ودي كانت آخر خبر معانا النهاردة. متنسوش تعملولي لايك وبتاع.